السلام عليكم، صباح الخير. يمكن الأغلب سمع أنه أمريكا شرعت زواج المثليين في كل الولايات. خلونا نطرح الموضوع من ناحية شوي مختلفة. كيف تغيرت وجهة نظر الأمريكان بشكل حاد جدا من أنهم ضد المثلية إلى أنهم يشرعوها في كل الولايات؟ كيف؟ إلى 2010 أغلبية الأمريكان تقريبا 60% منهم ضد زواج المثليين. فكيف تغيرت هذه الصورة؟ الحين بتكلم. قبل فترة قرأت كتاب كتب عالم نفسه دكتور تسويق، عنوانه كيف نخلي الأمريكان يقبلوا المثلية الجنسية، وطرحوا استراتيجيات معينة. احنا طبيعتنا كبشر ان احنا نخاف ونقلق من الناس المختلفين، فأول حيلة استخدمها العلماء ان يخلوا الشذوذ موضوع طبيعي في الإعلام. فصار يطلعوا الشاذين في الإعلام على أنهم ناس طبيعيين مثلي ومثلك، يشبهون جميع الناس، يلبسون نفس اللبس، ينتمون لنفس البلدة وما إلى ذلك. فيوم عن يوم مع تكرار صورة المثليين على أنهم ناس طبيعيين، خلاص انزال القلق من المجتمع من هذه المجموعة المختلفة. الاستراتيجية الثانية أنهم يقبحوا ويصوروا الناس اللي ضد المثليين على أنهم ناس رجعيين وناس متخلفين. فبثوا في الإعلام في الأفلام هذه المقاطع أنه اللي نكت على المثليين يطلعوا الناس بنظرة ازدراء ودونية. فبدأوا بتصوير الشخص المعارض للمثلية إنه شخص متخلف وغبي في المجلات والأفلام وما إلى ذلك. فحتى الشخص المعارض الآخر بدأ يخاف يبدي راية. الاستراتيجية الثالثة أنك تخلي ناس مشهورين ومحبوبين ما هم مثليين يتكلموا بشيء جيد ويدعمون المثلية، فأنت لأنك تحب الشخص حتقتنع بكلامه. فبدأوا يدفعوا فلوس للممثلين والمغنين والمشاهيرين هم يطلعوا يدعموا المثلية، فأنت لأنك تحب هؤلاء الأشخاص شيئا فشيئا تبدأ تتقبل الفكرة. وهكذا باقي الكتاب براح أحط صورته كلها استراتيجيات إعلامية للإعلام. يعني ما جو أقنعوا الناس بالمنطق والأخلاق، لا، الإعلام. في تخصص في الدكتوراه وفي علم النفس اسمه الهندسة الاجتماعية. هذا الباحث يبحث في الطرق النفسية والإعلامية لهندسة الرأي العام. يعني مين يصدق أنه 75% من الأمريكان صدقوا كذبة بوش لما قال في العراق أسلحة دمار شامل وأنا رايح علشان أخذها؟ كذبة وبلعوها. ومن أهم حيل السياسيين وصناع الرأي العام هو أن تكذب وتكذب حتى يصدقك الناس، حتى لو كانت كذبة سخيفة. هتلر كان يستخدم نفس المبدأ. وإحنا كأفراد عادة نكون ضحايا وفئران تجارب لهذه الألاعيب، فحتى ندافع عن نفسنا لابد يكون معنا وعي وما نمشي وراء القطيع. الرسالة هنا أن صناعة الرأي العام مجال ضخم وتدفع فيه الناس مليارات الدولارات لتمرر أفكارها. إحنا لابد يكون معنا وعي لنتصدى لذلك. يلا، شكرا.